قال الله عنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فيجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وإذا خلا يوما ما بأمر ودعته نفسه إلى معصية وقالت لا أحد من الناس يراك، ليذكرها بأن رب العالمين سبحانه وتعالى مطلع عليه. قال ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت. لماذا قال عليه الصلاة والسلام فلا تفعله إذا خلوت؟ لأن نفس الإنسان ضعيفة، نفس الإنسان ضعيفة، وإذا كان في مكان وحدثته نفسه بمعصية والتفت يمينا وشمالا وجد أن أحدا من الناس لا يراه، ربما تجرأ وأقدم على المعصية لكونه لا أحد يراه من الناس، لكن عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويذكر نفسه بأن رب العالمين جل في علاه يراه. أحد الأشخاص يحدث عن عبرة حصلت له، كان خاليا في غرفة وحدثته نفسه بمعصية من المعاصي التي كثرت الآن في هذا العصر، وهي النظر المحرم من خلال الوسائل الحديثة، من خلال وسائل الحديثة مثل الانترنت وغيره من هذه الوسائل. فكثير من الناس يجلس في غرفة واحدة ويغلق الباب ويطمئن أن أحدا من الناس لا يراه، فينظر إلى أشياء لو كان حوله أحد من الناس لما نظر إليها، وغفل عن رؤية رب العالمين له سبحانه وتعالى. يقول هذا الشخص أنه كان في غرفة وفي نظر محرم فسمع صوتا عند باب البيت أو باب الغرفة، فتوقف وأغلق جهازه ودخله خوف من أن يكون أحد جاء ويراه. فلما نظر وفتح الباب وإذا بهرة عند الباب، إذا بهرة عند الباب. فانظروا لهذه الحال، انظروا إلى هذه الحال، وكيف يكون الإنسان في هذا الموضع حقيقة الدنيء الذي لا ينبغي أن يكون عليه. وذكر العبد دوما وأبدا لرؤية رب العالمين جل في علاه له وأنه سبحانه وتعالى مطلع عليه، هذا دواء القلوب وعلاج أمراضها وأسقامها. وهذا الأمر يحتاج من العبد إلى استذكار دائم، لأن القلوب تغفل والنفوس يصيبها ما يصيبها، فيحتاج العبد إلى استحضار دائم، وكل ما حدثته نفسه بريبة بمعصية بأمر يكرهه الله سبحانه وتعالى ليذكر نفسه بأنه سبحانه وتعالى مطلع عليه، وعليه أن يستحي من الله، وأن لا يجعل الله سبحانه وتعالى في نفسه أهون الناظرين إليه، بل عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يستحي منه، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياء، وأعظم الحياء من رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله الواجب على العاقل. بكر بن عبد الله المزني من أئمة السلف الأخيار له دعوة تؤثر عنه رحمه الله تعالى تتناسب مع موضعنا هذا. كان يقول رحمه الله لإخوانه زهدنا الله وإياكم زهد من أمكنه الحرام والذنوب في الخلوات فعلم أن الله يراه فتركه. زهدنا الله وإياكم زهد من أمكنه الحرام والذنوب فعلم أن الله يراه فتركه. وهذا مقام عظيم، ترك الذنوب في الخلوات خوفا من الله. هذا مقام لا رياء فيه ولا سمعة ولا إرادة شيء من أمور الدنيا، وإنما قربة من أعظم القرب يتقرب بها
العبد إلى الله، تمكن من الذنب وأصبح مهيئا له وما تركه إلا من أجل الله. هذه قربة عظيمة من أعظم القرب التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. نعم.